السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد هشاركه معاكم. النهاردة ان شاء الله هنطبق مع بعض نظام الصيام المتقطع، وجبتين بس. وطبعا كل مرة هنحاول ان احنا نقول اي نصيحة كده او اي حاجة تفيدنا ان شاء الله ان احنا نوصل للوزن المناسب بتاعنا ان شاء الله اللي احنا بنتمناه. عايزة بس الاول كده اعتذر لكم عن المرة اللي فاتت، في لخبطة حصلت في الصوت، معلش يعني سامحوني. بالنسبة يا جماعة للصيام المتقطع ما ينفعش حد يكون مثلا لسه واحدة والدة وتعمله. عشان كده انا ما عملتش دايت غير لما عدى فترة طويلة. في حد كان كاتب لي يعني ان انا لسه والدة بقالي 3 شهور وهطبق معاكي، يا ريت بس نخلي بالنا ما ينفعش نعمل دايت دلوقتي، البيبي لسه ما بياكلش، فعشان ده ما يأثرش عليه. لما البيبي يكبر شوية ويبدأ ياكل ويبدأ يتعود، يعني الرضاعة مش هتبقى زي الأول اعتماده كله عليكي. فمعلش يا جماعة بلاش اي حد واحدة تكون لسه بترضع وتعمل دايت عشان ده يأثر عليها، فيا ريت يعني مثلا بعد ما البيبي ان شاء الله يتم سنة كده تبدأي انت تظبطي اكلك. وبرضه انت ممكن تاكلي اكل صحي عادي، بس ما اقدرش ان انا اقولك طبقي صيام متقطع لان كده حرام ان انت تصومي. اما بقى بالنسبه للناس العادي اللي عايزه تطبق صيام متقطع، احنا قلنا 16 ساعه، ممكن 17 ساعه، لان المعلومه اللي انا عرفتها مؤخرا ان لما بنصوم بعد 17 ساعه الوقت ده جسمنا خلاص بيبقى حرق دهون وحرق اتغذى على الاكل اللي انت بتدخليه، فبيبدأ ياخد السموم والخلايا اللي هي التالفة في جسمنا، والخلايا اللي ممكن بقى بعد الشر تكون خلايا مش كويسة، يعني بيبدأ ياكل فيها. فإحنا يا ريت نخلّي بالنا يعني إن إحنا نزوّد شوية عن 16، 17 ساعة، الأحسن طبعًا إن إحنا نخلّيها 17 أو أكتر، يعني ممكن 18 ساعة. طبعًا الناس مش هتبدأ على طول الصيام ده، يعني ممكن مثلًا إن أنتِ تبدئي 14 شوية أسبوع كمان 16 كده، مش مرّة واحدة عشان ما تتعبيش. مع إني أنا باشوف بجد إن الواحد لمّا بيكون صايم بيبقى عنده نشاط بجد كويس أوي، بيقدر يتحرك، بيقدر يعمل أي حاجة. دايمًا معظمنا أو شائع جدًا إن إحنا لمّا بناكل بنرجع بعدها نقول إن إحنا مش قادرين، عايزين ننام، الأكل مش عارفة كبس علينا والجو ده. طبعًا ده كله بسبب الأكل، إن إحنا بناكل أكل غلط، فبيعمل كده، بالذات الحاجات اللي فيها سكر وبتعلّي الأنسولين. فدايمًا الجسم لمّا بيكون خفيف بجد بيبقى في حالة نفسية كويسة جدًا وحالة صحية كويسة أوي، وأنتِ بتحسي إن أنتِ رايقة. بس ده مش هييجي على طول، يعني في الأول كده هتحسي بدوخة، صداع، كام يوم لحد والله هتتعودي. الفطار هنا كان حتة زبدة زي ما أنتم شفتوا، عملت 2 بيضة كده مقليين، وحطيت خضار بقى، خيار رفيع كده 3 عشان هو كان صغير، فحطيت 3 وطماطم وفلفل، يعني خضار مع البروتين. بالنسبة لي البيض بيشبع جدًا. والناس اللي دايمًا هتقول إزاي آكل من غير عيش، لأ، بجد والله يا جماعة العيش بيزود بعد كده الأنسولين، بيرفع الأنسولين، فبالتالي هتفضلي طول اليوم عايزة تاكلي عيش تاني أو سكر أو أيًا كان. أنا عن نفسي لمّا باكل كتير في أول اليوم وعيش وكده بابقى عايزة آكل كتير. فإحنا نخلّي بالنا ناكل بروتين لو إحنا عاوزين نخس فعلًا وجسمنا يحرق دهون، نبدأ بالبروتين معاه دهون صحية زي الزبدة مثلًا أو زيت زيتون. وبعد كده معاه خضار طبعًا. القهوة هاخدها برضه بعد الأكل على طول عشان هاصوم بين الوجبتين أقل حاجة مثلًا 5، 6 ساعات. هنا باعمل القهوة عشان باعملها فنجان عادي مش الدبل، أنا عندي فناجين تانية أكبر من كده، باعمل معلقة، لكن ده نُص معلقة سكر واحدة بس. وده بُني كده محوِّج حلو أوي. أنا ما كنتش باحب اللي هو بالحبهان ده بصراحة، بس ده كان جاي لي يعني هدية وكده من برّه مصر فعجبني، فعشان كده قُلت أجرّبه، فلمّا جرّبته بجد عجبني جدًا وبدأت أشرب منه شوية كده وشوية كده. بس أنا في العادي باحب السادة. هي مش هتفرق طبعًا، كلّه كويس جدًا معانا في الدايت، بس السُكّر هو اللي بيفرق. فيعني لو هتاخدي قهوة ومش بتعرفي تاخديها سادة من غير سُكّر يعني، تبدئي تاخدي مثلًا نُص معلقة بس كفاية أوي. خلاص القهوة خلصت، هاشربها بقى وهابدأ إن أنا أصوم شوية حلوين 5، 6 ساعات، تكوني بقى جهّزتِ الغدا اللي هي الوجبة التانية. الوجبة التانية بقى هي اللي هناخد فيها نشويات، بس بلاش نبدأ يومنا بنشويات. الأكل النهارده هيكون بسلة ولحمة ورز. وطبعًا نقدر ناخد شوربة عادي جدًا، ويا ريت نبدأ أكلنا بالشوربة عشان هي برضه بتبقى مفيدة وبتشبع. وبعد كده الخضار والبروتين، والرز نخلّيه يعني للآخر كده عشان يعني نكون شبعنا، بس أنا طبعًا باخد 5 معالق رز بس فعادي. بالنسبة بقى للناس التعليقات اللي أنا ما باحبهاش خالص، اللي بيقعدوا يقولوا لي: "أنتِ كده بتاكلي كتير، ده كده نظام تثبيت مش نظام دايت." مش فاهمة ليه يا جماعة أنتم دايمًا فاهمين اللي بيخس لازم يتحرم،
ما أنا صايمة أصلًا طول اليوم وباصوم بين الوجبات، يعني عايزين كمان الأكل اللي أنا بادخّله لجسمي يبقى ما فيهوش خالص أكل، أنا كده بقى الواحد يموت يعني. فإحنا بناخد كل العناصر الغذائية وبنشوف إحنا بندخّل جسمنا إيه. فما حدش يقول إن إحنا كده نظام مش عارفة إيه، لأ أنتِ لو بتاكلي عادي ومش بتعملي دايت هتاكلي أكتر من كده. في ناس برضه بيقعدوا يكتبوا لي إن إحنا بناكل أقل من كده وبنتخن، لأ، يعني يقصدوا إن أنا باكل كتير فالمفروض النظام ده بيتخنهم. يا جماعة المشكلة مش في الأكل ولا كميته، المشكلة كمان في نظام الأكل اللي إحنا بناكله، إحنا بناكل إيه. فما ينفعش مثلا ان انت بتاكلي بتلقطي طول اليوم بسكوت على حتة عيش على شوية بيبسي على بسكوتة على شيبسي على معرفش ايه والدنيا بايظة وتيجي تقولي لي الأكل ده هيتخني. لا، ظبطي بس وجربي بعدين ابقي قولي. لان بجد التعليقات دي ما بحبهاش خالص. طول عمري اي نظام بنزله او بطبق صيام متقطع اي يوميات كنت بنزلها بلاقي في ناس كده يقعدوا يكتبوا لي ده احنا لو كنا كده هنتخن. طب انت تخنتي من ايه؟ طيب انت حاليا تخينه من ايه؟ اكيد مش من النظام ده. انت تخينه عشان بتقعدي تلقطي طول اليوم اكل واحنا كلنا تخنا بسبب كده. بنلقط طول اليوم مفيش نظام لاكلنا. ما بنصومش حتى بين الوجبات على طول بناكل جسمنا هيحرق يعني هيروح يحرق دهون متخزنه منين؟ هيقعد يحرق من الاكل اللي احنا بندخله كل شويه وطبعا في الاخر اللي بيفيض بيتخزن يبقى بيرفع الانسولين وبالتالي بيتخزن دهون في جسمنا. هي دي الفكرة. طبعا الغدا زي ما انتوا شفتوه انا بس كنت مجهزة عادي طبيعي طبيخ عادي يعني. وهنا بقى بعد الوجبة لو انت عايزة تاكلي فاكهة تبقى مع الوجبة او بعد الوجبة على طول. انا مثلا اخدتها بعد الغدا على طول عشان انا خدت القهوة مع الاكل. فما حبيتش ان انا اخد فاكهة كمان مع القهوة مع الاكل اللي في الصبح. فخليت الفاكهة بتاعتي مع الغدا على طول بعد الغدا. وبقى بعدها بقى هصوم طبعا الصيام بشرب مية عادي جدا لحد تاني يوم. بعد بقى من اخر حاجة اكلتها بعد 16 17 ساعة لو قدرت ازود عن كده مفيش مشكلة. وبشرب طبعا مية يعني كمية مية كويسة. مفيش مانع لو هتشربي قهوة. بس طبعا هتشربي قهوة من غير سكر ومن غير اكل على الريق الصبح. ممكن ده يجيب لك قرحة في معدتك فبلاش. يعني احنا ممكن مثلا لو هنعمل بولت بروف كوفي هي بتبقى معاها حتة زبدة وبنحط ممكن كريمة خفق ان شاء الله هعملها معاكم في فيديو منفصل. دي ممكن ناخدها لانها بتخليك تصومي اكتر وبتشبع وهتساعدك يعني ان انت تقدري تصومي ساعات اطول. ده للناس اللي ناوية تصوم ساعات اطول. على فكرة في ناس كمان بياخدوا وجبة واحدة في اليوم. ده بقى المرحلة دي لسه شوية عليها. بس خلينا مع بعض كده ظبطي اكلك وجبتين. ابدأي صومي تدريجي. الصيام الصح ان احنا اصلا وجبتين وبينهم مفيش سناكس خالص. ده الصح وده اللي اثبتته الدراسات مؤخرا. وده اللي بيحرق دهون واكبر قدر من الدهون خلال اليوم. عايزة بقى يعني تطولي ساعات الصيام بعد كده ان شاء الله بعد فترة لما تبدأي تخسي ويبان عليكي وتتعودي على الصيام. ده كده كان يوم النهاردة يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع ألف سلامة.